السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما ننساش الدعاء لماما سعيدة ولو أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. ربنا يرحمهم ويسامحهم ويتجاوز عن سيئاتهم، وأن يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. برحب بكل متابعين المحترمين من داخل مصر وخارج مصر، نورتوني وشرفتوني وعلى دماغي من فوق. حبايبي، النهاردة أنا الفيديو ده عملته مخصوص عشان خاطر ماما أمل وماما دودو وأم آية. عايزة أعرفكم أسعار العجان، وعايزة أقول لكم أنا كنت بتكلم على قصد إيه العجان اللي أنا بتكلم عليه. العجان اللي انتوا قدامكم ده، بصوا أنا صورت لكم حتى اسم العجان، الجزيرة. العجان ده بيتعامل عمولة عندنا في الصعيد في مصنع كده في المدينة الجديدة في جنة. مصنع اسمه الجزيرة، بيعمل العجانات دي اللي انتوا شايفينها. بصراحة بيستحمل واستعماله حلو وأسعاره حلوة. العجان ده يشيل 15 كيلو دقيق. يشيل 15 كيلو دقيق. هو باين صغير، هو بس مش صغير، هو كبير، والحلة بتاعته كبيرة خالص. السعر بتاعه عامل 5700 جنيه. تمام. والعجانين اللي برا اللي صورتهم لكم الأول، العجان عامل عجان الجزيرة ده برضو يشيل اللهم صل على سيدنا محمد 30 كيلو دقيق، عامل 6700 جنيه. واللي جنبه ده، هو اللي جنبه ده مش حلو، هو رخيص يعني 4000، متعب شوية في الفك والقفل اللي انتوا بتخبزي وكده. عامل 4500 جنيه، رخيص جدا. تمام حبايبي. هنا بقى انا ايه، التلاجة بتاعتي بايظة، فانا قلت ايه اشوف اسعار التلاجات برضو. فرحت لقيت التلاجة الفريش 12 قدم عاملة 12700 جنيه. اللي هي 12 قدم عاملة 12700 جنيه، والعشرين قدم عاملة 28 ألف، اللي هي الفريش. قلت لا تمام، حلوة زي الفل. بعدين طلعنا من اللهم صل على سيدنا محمد، طلعنا من المحل. فضلنا بقى نلف كده لغاية ايه ما اعمل التحاليل بتاعتي. ورحت حللت، خلصت التحليل بتاعي، وبعد كده ايه طلعنا انا والعيال اتمشينا، وكنت اصور لكم كده الغردقة وشوارعها احنا وماشيين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي حبيبي. انا كده بصوا كنت ماشية في شارع البازارات. تمام. زي ما انتوا شايفين الناس وزحمة ودوشة وزحمة زحمة. طبعا عشان المدارس قربت الناس بتشتري وكده، يعني انا صورت لكم حاجات بسيطة. تمام. لان انا بصراحة بمشي في الشارع بتكسف ان انا اصور بالكاميرا وكده، بس هو اللي قدرت عليه يعني ايه صورته. تمام حبايبي. هنا زي ما شايفين المحلات كده، بصوا شنط المدارس والبازارات جنب بعض كده. الشارع ده اسمه شارع الإشارة، في شارع الإشارة. بعدين طبعا هنا احنا ايه جوعنا خلاص، عشان احنا ايه كنا لسه ما تعشناش ولا حاجة وجوعنا. فرحنا ايه مطعم اسكندراني، مطعم كشري يعني. فقلنا ندخل ايه ناكل انا والعيال. وبعد كده ايه قلت لهم يا بصوا هصوركم انا. وقعدنا كده نتصور انا والعيال كده، وصورت للسوسة الغيارة اللي هي مركزة معايا في الفيديوهات بتاعتي. لبستلك برضو نفس الطرحة ونفس الملحف اللي انا بلبسها لك في كل فيديو، عشان تركزي معايا كويس جدا جدا. تمام. خدي بالك البستهم لك تاني عشان انت ايه بتزعل بتتضايق. قلت لك والله ما احرمك من حاجة، البسهم لك كل مرة. تمام. هنا طبعا ايه اللي طلب كشري، اللي طلب طاجن. يوسف بس اللي طلب كشري عشان خاطر ايه ملهوش في الكلام ده. تمام حبايبي. وكلنا والحمد لله يعني زي ما انتوا شايفين كده. وفرحة ايه، فرحة كانت بتبصلي كده وتقول لي يعني مستغربة كده عليا بتضحك. هقول لكم بتضحك ليه. انا بصورها كده بقول لها انتي كده بنت اليوتيوبر. يوتيوبر عندي 1,000,000 مشترك، وامك بسم الله ما شاء الله، فالمفروض ان انت تبقي ايه مبسوطة كده يعني. فبتضحك بس. وبسطت عيالي وطلعنا وتمشينا، ورحت عند الدكتور عملت التحليل بتاعتي. ادعولي كده ربنا يشفيني ويعافيني يا رب.
واعمل العملية بتاعتي، وان شاء الله بإذن الله يكون خير. وهنا خلص الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.